هذه 10 حقائق مثيرة عن الهاكر المبتسم حمزة بن دلاج. حمزة بن دلاج هو هاكر جزائري عمره حاليا 28 سنة، يصنف ضمن أخطر الهاكرز في العالم نظرا للأعمال التي قام بها في فترة قصيرة من حياته، بحيث تم وضعه في قائمة أبرز 10 شخصيات مطلوبة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للإحالة الجنائية في مجموعة من القضايا. في الفيديو التالي سنعرض لكم 10 حقائق ومعلومات عن هذه الشخصية وفقا لما نشرته تقارير إعلامية. حمزة بن دلاج ولد في الجزائر واشتهر بذكائه بين زملائه وهوسه الشديد بالتكنولوجيا، لذلك درس مجال العلوم والتكنولوجيا في جامعة باب الزوار وتخرج منها مهندسا في الإعلام الآلي سنة 2008. بعدها درس صيانة الحواسيب لمدة 3 سنوات، وقد انطلق في عالم الهاكر وهو لم يبلغ 20 سنة بعد. خلال مسيرته في عالم الهاكر استطاع فك أعقد شفرات البنوك حول العالم، واستولى على حسابات مصرفية في أكثر من 217 بنكا مختلفا، وبذلك جنى ثروة هائلة جعلته مليونيرا في مدة قياسية. اخترع برمجية خبيثة تدعى SPA دورها سرقة البيانات الحساسة من أجهزة الحاسوب، ويعتقد أنها أصابت 50 مليون حاسوب حول العالم. تسبب حمزة في خسارات مالية فادحة للعديد من الشركات المالية في فرنسا وأمريكا وإسرائيل بعد أن هاجم أكثر من 8000 موقع وتسبب في غلقها نهائيا، من ضمنها مواقع حكومية. كما تمكن كذلك مع زملائه من تسريب العديد من المعلومات الخاصة بالجيش الإسرائيلي ونشرها للعموم تعاطفا مع فلسطين أثناء حروبها. تم تسجيل مجموعة من التحويلات البنكية قام بها لعدة منظمات في دول فقيرة وكذا لمنظمات في فلسطين، بحيث كان ينقل جزءا من الأموال التي كان يستولي عليها لتلك الجهات لمساعدتها ماليا. أضعف حصيلة للسطو كان يخرج فيها حمزة ب10 ملايين دولارا بحسب تصريحاته، وقد سجلت الحكومة الفرنسية ضده قضية توزيع تأشيرات فرنسية مجانية على الشباب الجزائري بدون مقابل. وضعه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ضمن أخطر 10 أشخاص في العالم مطلوبين للعدالة. في عام 2013 سافر حمزة إلى دولة تايلاند، وهناك تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مع السلطات التايلاندية، فقاموا بالقبض عليه في المطار وتسلمته الولايات المتحدة ليخضع للمحاكمة. حكم على حمزة بن دلاج ب15 سنة سجنا نافذا في الولايات المتحدة الأمريكية. تناقلت تقارير إعلامية عن محاولة إسرائيل تجنيد حمزة لصالحها مرارا مقابل الإفراج عنه قبل المحاكمة، لكنه رفض هذا العرض مرات عدة.